السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل العصير اليوسف افندي اللي فيه فيتامين سي، والفراولة برضو فيتامين سي، و يعني وفيها حديد برضو بتقوي المناعة. قطعت كده الاستفندي، نطلع البذر كده منه، كده عشان البذر ده لو اتضرب مع العصير بيخلي العصير ممرر كده. ننضفه خالص. كده حبايبي استفندي نحطوه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. كده عشان نعمله العصير. هنشوف واحدة كده كده، نحط بقى شوية مية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده نحط ايه اللي عايزين تعملوه، بعسل ماشي، بسكر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السكر طبعا على ايه مزاجكم، في اللي بيحبوا محلى اوي، في اللي مش كده كفايه اوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي عملنا العصير الاستفندي. نحط بقى الفراولة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي نحط السكر، وده السكر بقى تبع ايه كل واحد مزاجه، في اللي بياخده محلى اوي، في اللي كده. ونحط ايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها حاجات اوي. كده بسم الله الرحمن الرحيم. كلها فيتامينات وحاجة تقوي المناعة. نفضي بقى العصير البرتقالي الاستفندي. وكده يا حبايبي بعد ما عملنا العصير وفضيناه، الفراولة باللبن واستفندي، وكله حبايبي يقوي المناعة، وده فيتامين سي. يلا جربوا بقى الفراولة باللبن كده والاستفندي، وممكن لو في برتقال ماشي، ليمون بالنعناع ماشي، كلها حاجات طبيعية وتقوي المناعة. ولو عجبكم حبايبي الفيديو، لايك وشير كده وكومنتات، وبشكركم جدا جدا على كلامكم الجميل، وربنا يخليكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.